تمكنت الشرطة العلمية بمدينة مراكش من إبطال مفعول قنبلة تقليدية بعدما كانت متواجدة بالحديقة الخارجية لإحدى الفنادق بالحي الشطوي، بعدما تم العثور عليها من طرف أحد حراس السيارات اليوم الثلاثاء. وحسب مصادر محلية، فإن القنبلة تم العثور عليها أولى من طرف حارس السيارات بأحد شوارع الحي الشطوي، كان قد دخل للحديقة المذكورة لملء قنينة بالماء ليتم العثور على القنبلة مربوطة بهاتف نقال دون أن يعرف أنها قنبلة، ليدخلها إلى الفندق ويقدمها للمسؤولين ليخرجوا هلعا إلى الخارج خوفا من أن تنفجر. وأضافت ذات المصادر أنه بعد الواقعة تم إشعار العناصر الأمنية للتدخل، كما حج العديد من المسؤولين الأمنيين مرفوقين بعناصر الشرطة العلمية